عليكم أعزائي المشاهدين والمتتبعين. الوصفة تاعنا اليوم هي كنافة بالقشطة. هي وصفة بنينة بزاف وناجحة 100%. تبعوا طريقة التحضير بدقة وإن شاء الله بربي تنجح لكم. نبداو على بركة الله. مقادير القشطة: كاس كريمة سائلة أو كريمة الخفق من هذا النوع تباع في المحلات، كاس وثلث حليب، زوج مغارف كبار مايزينا، والماء باش نذوب فيه المايزينا. نذوب المايزينا تاعي في كاسرونه مع الماء. نزيد لها الحليب، نزيد كريمة الخفق، ونخلط غير بالعقل، ونديها نحطها في الفرن على نار هادئة، ونبدا نخلط غير بالعقل حتى تثقل الكريمة تاعي وتاخذ القوام تاعها. بعد ما ثقلت نطفي الفرن ونحطها بتجيه ونوجد الكنافة تاعي. مقادير الكنافة: رطل الكنافة، حوالي كاس زبدة ذايبة نخلط بها الكنافة، واذا احتجت لقيت الكنافة تاعي ما شربتش نقدر نزيد شوية. الكنافة تاعي لازم نفركها مليح، لازم تكون رقيقة. باه تسهل عليك لازم ديريها في المجمد وتخرجيها. باه تفتت لازم نفركها بين يديا مليح. ما حليناها تولي بهذا الشكل. نديرو لها الزبده، نضيفو لها الزبده غير بشويه ونشربوها مليح. شربتها مليح بالزبده، نبدا نوزعها في صينيه مدهونه. نبدا غير بشويه نسقم فيها، نسويها كامل مليح. نحاول ندير غير نص الكميه، والكميه الاخرى نديروها فيما بعد من الفوق. بعد ما سويتها نجيب القشطه تاعي نخلطها مليح، نحركها. بعد ما كانت ريحت وبردت نفرغها، نفرغ غير بالعقل. نفرغها كامل في الوسط ونعود نمشيها غير بالعقل الحواف ما تنحرقليش. بعد ما فرغت الكريمه تاعي واستويتها كامل نعود نكمل الكنافه تاعي اللي بقات النص اللي بقى. نبداو مع الطرف غير بالعقل، نكمل كاع الكنافه تاعي اللي بقات لي ونسويها غير بالعقل، ما لازمنيش نضغط عليها. بعد ما سويتها كامل ندخلها الفرن على درجة 180 اللي كنت مسبق لي وسخنته. بعد ما طابت خرجناها من الفرن وخليناها ريحة 5 دقائق وشربناها بالشربات تكون ثقيلة وباردة اللي كنا حضرناها من قبل. بعد ما سقيناها خليها تشرب 10 دقائق ومن بعد نقلبوها. ما لازمش نخلوها تفوت 10 دقائق، وندخلوها في الثلاجة على الأقل 2 سوايع. بعد ما بردت هذا هو الشكل النهائي تاعها. نقسمو لكم موصو ونشوفوا كيفاش جات دايره.
صدقوني وصفة تاعها رائعة، اللوغو تاعها هايل، جربوها ما تندموش. ما تنساوش ديروا جيم اذا عجبتكم الوصفة، وتشتركوا بقناتي ليصلكم كل جديد.